عسلامة. من الوصفات اللي نحبها ونعشقها هو مقروض القربان، وقد ما جربت وصفات هذه الوصفة الوحيدة اللي جربتها ونجحت لي واعتمدتها. اليوم باش نشاركها معاكم. أول حاجة باش ناخذ سميد أرطب يكون نوعية جيدة، شوية فرينة وشوية كركم وشوية ملح باش نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم. بعد باش نبسوه بزيت زيتون ونبسوه بالكدا بالكدا، هنا خذوا وقتكم في التبسيس. بعد باش نبسوه نخليه نغطيه ونخليه ليلة كاملة في الثلاجة. بعد باش ناخذ العجينة تتمر نزيدها شوية هيل مطحون، شوشورة، قرفة وزيت زيتون ونعجنها بالكدا. نزيدوا له شويه لوز مهروج كان تحبوا. بعد من غدويكا خديت السميد نتاعنا باش نعجنوا بالبونيه، ولهنا لاستيوس نتاعنا بالماء العادي حراره المطبخ، اما تعجنوه تحاولوا بالكدا بالكدا حتى تحسوا العجينه ولات ملساء وحصلنا على بودان بالطريقه هذيك. لازم تغطيوه راهو بالبابي ترانسبارون باش ما يشيحش. باش نشكلوا الكعيبات المقروض نتاعنا كيما العاده والعوايد، وبعد باش نقليوه في زيت سخون شويه، اما راهو من الاول يكون سخون، بعد يخليوه يكون حراره متوسطه يعني، ويكون مغمومين كعبات المقروض ونقليوهم. وبعد باش نشحروهم بشحور ثقيل، وكما قاعدين نكتبه لكم تحت الفيديو يكون شحور ثقيل وبارد، ونخليوهم يقعدوا حتى كعيبة المقروض في الشحور متاعنا.